أهلا بيكم يا جماعة في شرح جديد. النهاردة هنكمل كلامنا عن أزمنة الماضي في اللغة الألمانية. بما إننا خلاص بقينا تمام في زمن البيرفكت، فإحنا كده مستعدين ناخد الخطوة اللي بعدها. فخلونا بقى نتعمق شوية في زمن الماضي البسيط، أو زي ما الألمان بيقولوا عليه البريتيريتم. مستعدين نتعلم صيغة جديدة للماضي؟ كلنا خلاص بقينا فاهمين كويس قوي زمن البرفكت واستخدامات haben وزاين. دلوقتي بقى هناخد فكرة عن البريتيريتم بس مع الأفعال العادية. الأفعال الشاذة دي قصة تانية خالص، هنخليها لوقتها عشان نمشي واحدة واحدة وما نلخبطش الدنيا. طيب، قبل ما نخش في تفاصيل التكوين والتصريفات والحاجات دي كلها، لازم الأول نسأل نفسنا سؤال مهم: هو إيه الزمن ده أصلاً؟ والأهم من كده، إمتى بنستخدمه؟ عشان نعرف نفرق بينه وبين البيرفكت صح. بصوا، ببساطة شديدة، البريتيريتم هو مجرد شكل تاني للماضي. أهم نقطة لازم نفضل فاكرينها إن معناه هو بالظبط نفس معنى البيرفكت، يعني مفيش أي فرق في المعنى، الفرق كله في الاستخدام. الزمن ده بنشوفه أكتر بكتير في اللغة المكتوبة، زي الجرايد والقصص والروايات، عشان بيدي إحساس رسمي أو أدبي أكتر. لكن في كلامنا العادي بتاع كل يوم، البيرفكت هو اللي مسيطر. السلايد دي بقى بتلخص كل الحكاية. بصوا معايا كده على المثالين دول. الجملة الأولى بالبيرفكت بتقول Wir haben ein Picknick gemacht. التانية بالبريتيريتوم بتقول Wir machten ein Picknick. ترجمة الاتنين واحدة، احنا عملنا نزهة، نفس المعنى بالظبط، بس شوفوا الفرق في شكل الفعل نفسه. ودلوقتي نيجي بقى للجزء العملي اللي فيه الشغل كله. ازاي بنصرف الأفعال العادية في زمن البريتيريتوم؟ الخبر الكويس إن الطريقة سهلة قوي ومباشرة. كل اللي بنعمله إننا بناخد أصل الفعل وبنلزق فيه نهايات معينة وبس كده. والجدول ده هو اللي هيمشينا. خلينا ناخد فعل زي فراجن كمثال، اللي معناه يسأل. بنشيل الإن وناخد أصل الفعل اللي هو فراج. مع إيش بنضيف النهاية ت فتبقى فراكتي. مع دو بنضيف تست فتبقى فراكتست. مع إير وزي وأس بنرجع تاني نضيف ت. مع فير وزي الجمع بنضيف تن. وآخر حاجة مع إير بنضيف تت. بسيطة صح؟ طبعاً الكلام النظري ده جميل، بس مفيش أحسن من الأمثلة عشان المعلومة تثبت في دماغنا وما تطلعش تاني. يلا بينا نشوف كام جملة عشان نفهم أكتر. أول مثال معانا بيقول Ich fragte Marie, ob sie einen Kaffee trinken möchte. يعني أنا سألت ماري إذا كانت عايزة تشرب قهوة. هنا استخدمنا fragte عشان الفاعل هو إيش، فضفنا النهاية تي لأصل الفعل اللي هو fragen. المثال اللي بعده بيقول Du fragtest nach dem Weg، معناها أنت سألت عن الطريق. بما إن الفعل هنا هو du، فضفنا النهاية test لأصل الفعل. سهلة خالص أهي. وهنا مثال بفعل مختلف، فعل machen اللي هو يعمل. الجملة بتقول machte uns Kaffee، يعني هو عمل لنا قهوة. عشان الفعل هو فالتصريف هو بالظبط نفس تصريف إيش. خدنا أصل الفعل اللي هو مخ وضفنا عليه تي. ودي بقى اللحظة اللي بتسهل علينا الموضوع كله. خدتوا بالكم من حاجة؟ النهاية مع إيش هي بالظبط مع إير زي إس، وكمان النهاية مع فير هي برضو مع زي بتاعة الجمع. ده اكتشاف هيسهل علينا الحفظ جدا. السلايد دي بتأكد على الاكتشاف ده. بصوا كده، Ich zeigte يعني أنا أشرت، هي zeigte. وwir zeigten يعني إحنا أشرنا، هي sie zeigten. يعني من الآخر، بدل ما نحفظ 6 نهايات مختلفة، إحنا محتاجين نركز على 4 نهايات بس. دي تعتبر هدية من اللغة الألمانية. ونكمل أمثلتنا عشان نثبت المعلومة أكتر. هنا بنقول Wir fragten den Kellner nach der Tageskarte، يعني إحنا سألنا الجرسون عن منيو اليوم. الفاعل هنا هو wir، فضفنا النهاية تن وبقت فراغتن. وآخر مثال معانا في النقطة دي عشان نثبت التشابه: Sie fragten nach der Rechnung، يعني هم طلبوا الحساب. هنا زي اللي هي بتاعت الجمع، والنهاية زي ما انتوا شايفين بالظبط هي تن. طيب، فاضل حتة فنية صغيرة كده بس مهمة قوي قوي عشان نطقنا يبقى سليم ومحدش يتريق علينا. يلا نشوفها مع بعض. القاعدة بتقول إيه بقى؟ لو أصل الفعل بينتهي بحرف دي أو حرف تي، زي فعل arbeiten اللي أصله arbeit، هيبقى صعب قوي إننا ننطق arbeite على طول. عشان كده الألمان بكل بساطة بيضيفوا حرف فاصل كده قبل نهاية البريتيريتوم عشان يسهلوا النطق. فبدل ما تكون صعبة بتبقى arbeite. منطقية جدا. والمثال ده بيوضح كل حاجة. Wir arbeiteten am Weekend، يعني إحنا اشتغلنا في نهاية الأسبوع. شايفين اللي اتحطت قبل تن؟ هي دي اللي خلت نطق الكلمة سلس وممكن. تمام كده،
كده إحنا يعتبر لمينا أساسيات زمن البريتريتوم للأفعال العادية. قبل ما نخلص تعالوا نراجع بسرعة على أهم النقط اللي قلناها. يبقى الخلاصة إيه؟ أول حاجة البريتيريتوم والبيرفكت نفس المعنى، بس الأول بنستخدمه أكتر في الكتابة. تاني حاجة بنكونه بإضافة نهايات زي الت وتست لأصل الفعل. تالت حاجة افتكروا الاختصارات اللي بتسهل الحفظ. تصريف إيه هو ARZS، وتصريف هو زي بتاعة الجمع. وآخر حاجة خالص، لو أصل الفعل آخره دي أو تي بنزود إيه في النص عشان نعرف ننطقها. وبس كده، ده كان شرحنا المبسط لزمن البريتيريتوم. يا رب يكون كان سهل ومفيد ليكوا. لو الشرح عجبكوا واستفدتوا منه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم المرة الجاية وإحنا بنتكلم عن الأفعال الشاذة في نفس الزمن ده. سلام.